فضايح الزمالك عرضه مستمر، والنهارده فضيحه جديده بيفجرها مين؟ المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك الصحفي محمد الجبالي، والاشاره لوجود فعل مشين وفاضح بين شيكو بنزا وخوان بيزيرا، وقال لك ان الله ستار حليم. انما لما امام عاشور يتاخر شويه في التجديد الدنيا تقوم ما تقعدش. معانا ايضا بعد الخبر اللي قلناه الاستاذ احمد الطيب المعلق الزملكاوي الشهير، بيقول لك ايه بقى؟ بص النخوه الرياضيه وصلت لحد فين عشان تعرف مين بتاع مبادئ ومين بتاع تين شوقي، مع اني بحبه قوي. من الاخر بيزيرا لو اتباع هيجيب مبلغ لا يقل عن 15 مليون دولار، يا اما بلاش. انا عارف بقول لك ايه، عبد الله السعيد عوده متاخرا لا تفسد للود قضيه، يا سلام، ورصيده وعقليته تسمح بذلك. تاخر شيكوبانزا عن الحضور ليس بغريب وتكرر الموسم الماضي، ولكن حضوره يكون في كامل الجاهزيه وحالته جيده، يعني عادي جدا. وهخش اكمل لك بقيه الكلمه بعد ما نخلص باقي التفاصيل. الاستاذ محمد الشرقاوي ده كان احد فريق اللي انتوا عارفينه اللي بيطلع مع مرتضى بيه منصور في قناه الزمالك، بيقول لك ايه؟ مهله ساعه لرمضان صبحي وصبر بلا حدود مع امام عاشور، الكلب مكيالين في الاهلي، فوجب الرد الناري على هذا الصحفي اللي اسمه محمد الشرقاوي. وبرضه محمد الجبالي بعد ما عمل الفيديو ده طلع يسيء للناس اساءه جامده جدا جدا جدا. يا صفحات البهايم، روحوا شوفوا اللي شتمكم واهانكم وذلكم وبتلحسوا جزمته دلوقتي. طبعا اشاره لجمهور النادي الاهلي، وان احنا يعني بنلهس ورا امام عاشور عشان ايه؟ نجدد تعاقده. والمفاجاه الكبرى هروب منصف بقرار من النادي الاهلي، وهنخش ونتكلم في التفاصيل. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه يا رب تنول اعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، وانصر اهلنا في فلسطين وعز الاسلام والمسلمين، واحفظ مصر والامه العربيه والاسلاميه اجمعين. اوعى تنسى اخوك الدرع بالشير والدعم واللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا على الاستاذ محمد الجبالي والفضيحه الكبرى. قول يا استاذ محمد. ثانية واحدة. خرا خليناش نتكلم، فكفايه ان احنا اصلا مستحملينك. انت يعني هتعيط. الزمالك كفايه اصلا مستحملك، وعندنا بدل الواقع 700 واقعه، فما تعرفناش بقى، يا اما نخلص منه يا اما نروضه يا اما هيقعد بقى الموسم كله بقى. انا هنقعد بقى في كل يوم شيكوبانزا طلع صوره، نزل صوره، عمل صوره، جاي النهارده، جاي بكره، جاي زفت. احنا يا عمي اللي بتوع الكواليس، احنا بتوع الكواليس هنا بقى عارفين ان انت مرتبط قوي ببزيرة، عارفين وعارفين التفاصيل كلها، ان انت مرتبط قوي ببزيرة، مرتبطين قوي 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 قوي، ركزوا على في قوي كل قوي. حاجه. كمل. وربك ستار، فتعالى بقى ما تعرفناش بقى. طيب، لما انا اسمع كلام زي ده من المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك اللي طالع بيقول لك 700 مشكله وكلها بيشير ان هي ازمات اخلاقيه، ويطلع حد يكلمني عن المبادئ والموصل وحاجات يعني من وحي الخيال في نادي الزمالك، يطلع حد يتكلم على امام عاشور اللي هو مثلا ما راحش التدريب بيوم او ما سافرش مع الاهلي ماتش اتقلبت الدنيا وكركبت، والنادي الاهلي لما عمل عليه غرامه مليون جنيه ووقفوا الدنيا قامت ما عادتش. انما لعيب زي ده عليه تحفظات اخلاقيه، كل شويه يقلع لي الفالنه ويسقط لي الشورت ويقعد يرقص لي رقصات كده تحس ان هي شاذه، ومحدش كان بيتكلم عليه اعلام الزمالك كله، بل بالعكس ده كانوا بيتغنوا بيه. النهارده محمد الجبالي ولازم يتم التحقيق في الكلام ده، يا اما يتعاقب على كلامه الكذب، يا اما تمشوا وتطهروا الكره المصريه من هذان العنصران الفاسدان. بيلمح بوجود
علاقه غير سويه بين اللعيبه وبعضها. ده كلامه اللي بيقول لك مرتبطين قوي قوي قوي، وان الله ستار حليم. نفهم ايه من الكلام ده غير اللي انا بقوله؟ عندكم تفسير تاني غير الكلام اللي انا بقوله انها علاقه غير سويه؟ بيتم فعل الفضايح دي في نادي الزمالك. هل يهان تاريخ نادي الزمالك الى هذا الحد وتقول لي انت مال امك زي ما بتطلع تقل ادبك في الكومنتات؟ اقول لك لا يا حبيبي، لا يا بابا، ده كره مصريه. واذا كنت انت قابل بالفحشاء دي، يبقى احنا لابد ان نتطهر منك عامه. فضايح مستمره في نادي الزمالك. فين اعلام الزمالك؟ قناه الزمالك، صوت الزمالك، الرباعي المرح، رضا عبد العال، اسلام صادق، خالد الغندور، اسامه حسن، حامل حمى. فين الكلام ده يا بابا؟ انت اهو ما بتتكلموش في الفضايح دي ليه؟ ان الله ستار حليم. هل هنشوف لما شيكوبانزا ده يرجع ولا بزيرة ده يرجع هيتم استقبالهم ازاي؟ هل هيتم استقبالهم بالملايات اللف وانتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ ولا هيتم استقبالهم ازاي؟ يا جمهور الزمالك يا اللي بتتكلم على الشرف والامانه والعفه، ما تطلع تكلمني بقى على الكلام اللي قاله محمد الجبالي. ما سمعتش حد فيكم هيطلع يقاكوا ولا يقول الراجل ده لازم يتم بتره من نادي الزمالك، ولا كلامه صح ولا كلامه غلط. الراجل انفجر بقى وقال لك انت عليك علامات قد كده، وعليك وعليك وعليك، وعلاقه كده بينك وبين مش عارف ايه. يلا ان الله ستار حليم. هنخش على الحته الثانيه لمحمد الجبالي اللي بيقول لك يا صفحات البهايم، روحوا شوفوا اللي شتمكم واهانكم وذلكم وبتلحسوا جزمته دلوقتي. لا يا حبيبي، لو على لحس الجزمه فانتوا اللي بتلحسوها على الثلاثي المرح شيكوبانزا وبيزيرا اللي انت قلت بينهم ايه، والاستاذ عبد الله السعيد اللي موجود في مصر. ودلوقتي طالع سكريبت ان هو بيقول انا ما بجيش عشان خاطر امي تعبانه، مع انه كان بيتدرب في اليونان مع صلاح ومقضيها، مع انه كان متصور في الساحل وفاتح القميص كده. بس ده سكريبت هم عايزين يعملوه علشان لما يحطوا له فلوسه في البنك ويرجع يبقى فيه ارضيه واتفرشت. اللي بيلحس جزم اللعيبه اللي الناس هربت منه عمال يتحايل عليهم ويبعت لهم ومفيش. اللي بيلحس جزم اللعيبه يا محمد يا جبالي، يا اللي لما تتكلم بادب واحترام، اللي بنتايج سابوا 3 شهور واشتكاهم في المحكمه ورجع وبسوا رجله ولعب الولد ورجع تاني ولا كأن شيء لم يكن، والجمهور قاعد يهتف باسمه. لان انتم متعودين على كده، متعودين ان انتم ترموا نفسكم تحت رجول اللعيبه تتحكم فيكم كيفما يشاءون. مش النادي الاهلي ولا جمهوره اللي يلحس جزمه لعيب، ولك في رمضان صبحي وعبد الله السعيد واحمد فتحي اسوه حسنه. انما هتعمل لي سكريبت جديد تاخدنا في سكه ثانيه بعيد عن الفضائح اللي اتكلمت فيها، نعمل قط هنا. احمد الطيب اللي طلع بيقول كلام، انا بقول يفتقد كلامه يفتقد للنخوه الرياضيه وللكرامه ايضا، وده مكمل للي بيحصل مع بيزيرا وشيكوبانزا وعبد الله السعيد. وده رد برضه على محمد الجبالي. شوف بقى انت كاتب ايه، زميلك كاتب ايه، بيقول لك ايه من الاخر: بيزيرا لو يتباع هيتباع بما لا يقل عن 15 مليون دولار. هو انت اصلا لاقيه؟ هو انت اصلا عارف تجيبه؟ هو انت عارف تسيطر عليه؟ ده لعيب هارب، لعيب هيطلع بطاقه مؤقته وهيذلك ويجريك في المحاكم زي ما انت ذليت الناس وكلت حقوقهم وجريتهم في المحاكم. داين تدان. ده اللي انت بتقول 15 مليون دولار. دي حاجه. بيقول لك عبد الله السعيد عودته متاخرا لا تفسد للود قضيه. ما احنا واخدين ان اللعيبه تذلنا يا جبال يا احمد يا طيب، ونجري وراهم ونبوس رجليهم وايديهم ونتحايل عليهم ونسوق عليهم الجمهور اللي يقول له هبيع بهيمتي واللي يقول له تعالى اتجوز انت مراتي وقله ادب عادي، فاهمني؟ ويقول لك لا تفتقد للود قضيه. انما لو امام عاشور اتاخر شويه في التجديد يطلع السكريبتات. ولو واحد زي مثلا محمد هاني طلب فلوس شويه الدنيا تقوم ما تقعدش. انما عبد الله السعيد لما يهين النادي وتاريخه ما بيتمرنش وما بيبداش مع فرقته فتره الاعداد ويذلل النادي وكسره وملحسه التراب، حلو. ده لما يجي متاخر ما فيش مشكله عادي، فاهمني؟ عادي، رصيده وعقليته تسمح بذلك. متخيل ان واحد زي ده مع عقليه زملكاويه يطلع يكبر اللعيب على النادي ويركبه على النادي؟ مش غريب صحيح، وليس بالغريب. وبيقول لك تاخر شيكوبانزا عن الحضور ليس بغريب وتكرر الموسم الماضي، ولكن في حضوره يكون في كامل الجاهزيه وحالته جيده. هو حضرتك كنت بتتدرب معاه
ولا كنت جنبه وهو مصور الواد مسقط البامبرز وهو من غير هدوم من فوق؟ حضرتك كنت فين عشان تعرف هو جاهز ولا مش جاهز؟ هو في حاجه اسمها جاهز؟ يعني انا لعيبه الاهلي مثلا تجهز نفسها في بيوتها وكده وتيجي تلعب ماتشات على طول؟ طبعا مش متخيل ان زي ما بقول لك كلام يفتقد للنخوه الرياضيه، كلام يهين الكرامه، كلام يمسح تاريخ نادي. بس عادي هم واخدين على كده وهم عاملينه بطل قومي عندهم، فما فيش مشكله. عدم قيد بعض الناشئين امر طبيعي لانه لا يوجد غيرهم افضل منهم. يعني بنتكلم على انس وائل والناس اللي مشيت. يا حبيبي انت دلوقتي فرقه مالت داخل الموسم مالت، 3 لعيبه تقال عندك هربوا وبيتمردوا على الفرقه ومشيوا، وانت مشيت حسام عبد المجيد وسيف الجزيري واللي يعني انت فرقه مالت. يعني انت محتاج الناشئين اللي انت مشيتهم دول تقول عشان ما فيش افضل منهم؟ هو انت عارف تجيب لعيبه ولا تتعاقد معاهم؟ ولما هتنشي ناشئين مش تمشيهم بدري عشان يشوفوا انديه؟ الناس طالعه تقول فضيحه وهنفضح الدنيا وحسبي الله ونعم الوكيل، ومنهم حسن يوسف النهارده بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في اداره الزمالك. اوعوا لعيب يمشي من الزمالك وتزعلوا منه. فكفايه عليك كده، قلنا المهم في الخبر بتاعك. فده رد احمد الطيب وده راي جمهور الزمالك يا اخواننا، يعني الناس اللي بتتكلموا على المبادئ والكرامه والوطنيه. طيب عايز بس اسال سؤال للمجلس الاعلى للاعلام. هي فين المساءله القانونيه من نقابه الصحفيين ومجلس الاعلى للاعلام ومساق الشرف الصحفي والاعلامي والناس اللي بتشتغل على الكلام ده من الراجل اللي اسمه محمد الجبالي واللي قاعد يكتبوا على صفحته والكلام ده؟ ولا هو الناس دي ما بتشوفش غير صفحاتنا احنا واليوتيوبرز بتوعنا احنا؟ طيب ماشي مفيش مشكله. محمد الشرقاوي الصحفي الزملكاوي اللي قلت لك كان في قناه الزمالك واحد فريق انتوا عارفينه كويس في قناه الزمالك اللي كان مع مرتضى بيه منصور. مهله سعد رمضان صبحي وصبري بلا حدود مع امام عاشور الكيل بمكيالين في الاهلي. تعالى يا حبيبي انا اشرح لك عشان تهدى كده وترتاح. اول حاجه رمضان صبحي قال لك خلصني من ناديه هيدرسفيلد، الاهلي خلصه. قال لك انا معاك وراح الكابتن خطيب في بيته واتفق على كل حاجه والصبح يمضي العقود، لقوه تاني يوم الصبح في كلام منتشر عن ان هو بيمضي في بيراميدز، وده كان افتتاح النادي الاهلي في استاد الانتاج الحربي. الناس اتصلت بيه قال لهم اصل بصراحه انا بفكر في بيراميدز. طب الكلام ده بتقوله بعد ما خلصناك وقعدت مع الراجل وخلاص كتبنا العقود وكل حاجه، جاي تقول كده دلوقتي؟ طب يا ابني قدامك ساعه ترد فيها، هتيجي ولا مش هتيجي؟ وكان الاعلان من بيراميدز بعد الساعه دي عن تواجد رمضان صبحي في صفوفه. طيب نيجي بقى لامام عاشور يلي بتقول لي ده ساعه وده الكلب مكيالين والفتره مفتوحه. اول حاجه يا استاذ شرقاوي عشان بس انت يعني ايه دماغك تهدى شويه، امام عاشور يا حبيبي يا بابا يا حبيبي مرتبط مع النادي الاهلي لسه بعقد سنتين. يعني امام عاشور ما يقدرش يطلع من النادي الاهلي، والنادي الاهلي سواء جدد امام عاشور دلوقتي ما جددش عنه ما جدد، فاضل له سنتين في النادي الاهلي. حلو كده حلو كده، هتمشي من النادي الاهلي هتجيب لي عقد بشروطي انا النادي الاهلي وبالمبلغ اللي انا ارتضيه. فهمت الفرق ايه يا شرقاوي بيه؟ ان ده لعيب لسه فاضل له سنتين يجدد بكره بعد السنه اللي جايه، مش قلقانين من تجديد. حتى لو مش عايز يقعد في النادي مش قلقانين من التجديد لان لسه فاضل له سنتين. هو النادي الاهلي عشان عايز يلحقه بدري يعدد له عقده ويعملوا تقديرات ماليه عشان الراجل مجهوده ونجوميته دي اتحسبت على النادي الاهلي. بدل ما نقول ان النادي الاهلي بيحافظ على لعيبته، لا بنطلع ان هنا الصبر على امام عاشور مفتوح، ان احنا يعني اللي لعيب زالنا يعني وخسرنا ما حدش يعرف يلوي دراع النادي الاهلي. اسال الجيل الكبير بتاع الكابتن محمود الخطيب واللي قبليه لما قعدوا فرقه كامله ولعبناكم في الكاس وحطينا عليكم 3-2 بنجومكم فاروق جعفر وكوارشي وابراهيم يوسف والناس دي. تمام؟ ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مفيش حد فوقه بفضل الله. امام عاشور هيتعوج اطلع بره، انت مش موجود. انما هتخلط الامور في بعضها بين لعيب بيتفاوض على عقده عايز اعلى مقابل مادي ياخده، وبين لعيب بيغدر بالنادي وبيمشي، عمرها ما يتخلط الماء بالزيت يا استاذ شرقاوي. باقي معايا خبر منصف بكرار، هروب منصف بكرار. ده سكريبت زملكاوي يا جماعه ما تقلقوش. سكريبت زملكاوي. فين منصف بكرار؟ ده هرب منصف بكرار. ما انا غطت على فضيحه بزيره وطارق وعبد الله السعيد وشيكوبانزا بايه؟
بان انا اخترع سكريبت مماثل ان اللعيب هرب ومش عايز يروح النادي الاهلي. منصف فيكرار كان بيلعب وعامل فتره اعداد قبل ما يجي النادي الاهلي وبيلعب دوري ابطال اوروبا، فعامل المعسكر اللي الاهلي عامله دلوقتي، الاحمال اللي عاملها النادي الاهلي دلوقتي، فحصل على راحه بامر من الجهاز الفني. تمام. طب منصف بكرار فين النهارده وانا بسجل لك الحلقه؟ انضم رسميا لمعسكر النادي الاهلي ومن بكره هيبدا تدريب. فكفايه بقى سكريبتات هبله، وان شاء الله الامور ماشيه في معسكر النادي الاهلي على ما يرام، اللعيبه مبسوطه، الجهاز الفني مبسوط، شغل ان شاء الله بيتم على اعلى مستوى. النادي الاهلي هيلعب باذن الله يوم الخميس ماتش